السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من أخبار المشاهير أولا بأول. موضوعنا اليوم ناري ودار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. الاسم اللي رجع يتصدر الترند هو سمية سماش، لكن هذه المرة ماشي بسبب فيديو ولا صورة مثيرة للجدل، لا، السبب مختلف تماما. الجدل جاء من كلمات بسيطة خرجت من قلبها لكنها قلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب. القصة بدات كي وحدة كتبت لها تعليق جارح، قالت فيها انت ما تجيبيش الولاد. رد سمية ما كانش هجومي وما كانش انفعال، بالعكس جاوبت بكل هدوء وثقة وقالت الموضوع لا يعنيني وما يهمنيش إطلاقا. رد بسيط لكنه درس كبير. الناس تعلمت من وراه أنه الراحة النفسية قرار، وأنه الصمت أحيانا أقوى من 1000 رد. من بعدها التفاعلات انفجرت. واحدة من متابعات كتبت تعليق رائع قالت فيه عندها الحق والله، الناس ما بقاتش تحشم، يدخلوا في خصوصيات الغير بلا خجل، وكي تسكت المرأة يقولوا متكبرة وكي ترد يقولوا هجومية. القضية ولات أكبر من مجرد تعليق، ولات رمز لواقع نعيشوه كل يوم. كي تنجح المرأة وتعيش على طريقتها تولي عرضة للانتقادات وكأنه استقلالها خطيئة. لكن سمية مدت درس في الرقي، ما جاوبتش بالإساءة ولا بالمبررات، بل بكلمات فيها إيمان وطمأنينة. قالت ربي ما كتبليش نجيب الولاد، يمكن لي حكمة، هو وحده علمها، مش اللي عندها أولاد خير من اللي ما عندهاش. ربي يمد كل وحدة رزقها في الوقت اللي يشوفه مناسب. كلامها مس القلوب، وختمت برسالة قوية قالت فيها وقتاش نتعلموا القناعة والرضا بما قسمه ربي. المقارنة ما تجيب غير التعب، واللي مكتوب لك يجيك في وقتك. فعلا سمية أثبتت أن القوة مش في الرد ولا في الصوت العالي، القوة في الهدوء، في الرضا، وفي السلام الداخلي. وإحنا نقول لها من القلب ربي يرزقك الذرية الصالحة وراحة البال، ويكثر من أمثالك اللي علمونا كيف تكون الأنوثة في الحكمة مش في الجدال. وانت يا بنت بلادي قولي لنا في التعليقات وش رايك في رد سمية، هل توافقوها الرأي؟ ولا تنسوا اللايك والبارتاج باش يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس، لأنه رسالتها تستاهل توصل لكل بنت. وما تنساوش تشاركوا الفيديو وديروا جام وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد إن شاء الله.